قصة خوتي وقعت في مدينة العرائش. واحد التلميذ في الإعدادي كان مع صاحبو في الباب ديال المدرسة، ضاحكين ناشطين، حتى شد صاحبو واحد الطريف ديال الكاله وقالو هاك دوقة. العايل مسكين ما كيعرفش شنو هاد الكاله، سحبلو شي طريف ديال الشوكولات، حشاها فمو وكلاها. في ديك الساعه تيكطاح بقى كيبخبخ. في الوقت اللي هو هيداك دازو من حداه البوليس، طافك ديال البوليس شافوا الولد هيداك، هزوه داوه للسبيطار. الحمد لله عتقوه. ايوا جات دابا شكون عطاك ديك الكاله؟ بداو كيحقوا معاه طن 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 طن، شنو كاين قالهم ها شنو واقع، شنو نعطاها لي صاحبي. جابوا ديك صاحبو، شكون كداشي فلان كيبيع عندنا في المدرسه، بشحال كيبيع لكم؟ ب4 دراهم. كما كتسمعوا خوتي 4 دراهم كيبيعوها السم، كيبيعوه العيال في الباب ديال المدرسه. البوليس عملوا خطه مع داك التلميذ، قالوا له غنعطيوك 4 دراهم ومشي شريها من عنده. داكشي اللي كان، شاد ديك 4 دراهم، مشى عند اللي كيزودهم بداك الكاله وقال له بغيت واحد الطريف. حدو شاد هو ديك 4 دراهم واخر مكلو ديك الكاله، قرقبوا عليهم البوليس. ملي بداو كيحقوا مع داك التاجر، سولوه على داك التلميذ، قال لهم ما كنعرفوش، ما عمري شفتو شرا من عندي. المهم الحمد لله العيل فلت منا، والتاجر بدا كياخد العقاب ديالو. هاد الظاهره خوتي ولات منتشره في المدارس، لهذا حديو راسكم عند وصوا ولادكم ما يشدوا حتى شي حاجه من عند شي واحد، ما ياكلوا حتى شي حاجه من عند شي حد، ما كاينش ديك ذوقني نذوقك. امانه خوتي، ردوا بالكم راسكم ونولادكم.